اهلا بيكم يا رجاله، عاملين ايه؟ حلقه جديده من ضياع واستقبل. عامل ايه؟ نشكر ربنا الحمد لله. لا انا ما بسالكش انت عامل ايه ولا والله يا ليفربولك عامل ايه؟ زميلي بص، من ساعة ما الأخبار نزلت إن صلاح خلاص هيمشي ويسيب النادي في آخر الموسم. قصه قصيره حزينه. وأنا هي حزين، أما أنا هقول لك حاجة. بص، أنا الموسم كل ما يضيع فرصة يا عم خلاص وقتك انتهى، سيب النادي خلاص، أنت أيوه. خلاص خلصت. باين. بس ده من ورا قلبي عشان متضايق. أنا فعلا بحب صلاح بس متضايق جدا على الأداء اللي هو بيقدمه الموسم ده. كانت باين. بس لما سمعت الاخبار انا حزنت فعلا علشان هو اللي حببني في ليفربول. فدلوقتي هو هيمشي في اخر الموسم، انا هكمل المشوار بقى لحد اخر يوم في عمري، وده مش مبالغه، دي بجد. اي حد بيحب الكوره وبيحب فريق بس بيفهم في ناس الموضوع ده. كتير هتبطل تشجيع ليفربول بسبب ان صلاح ماشي. ماشي، ما ده شيء طبيعي برضه، ما في مصريين ناس يعني كتيره، وعرب. ما اكيد ما في ناس كتيره برضه لما رونالدو ساب الريال مدريد برضه بطلوا يتفرجوا على الريال، وميسي بالظبط. لما ساب بارسا. بالظبط. بس اي حد بيحب الكوره بيفهم معناته ايه ان انا احب فريق. بس فده يعني موضوع حزين جدا. الانستجرام بتاعي كله مليان صلاح صلاح صلاح، والانجازات اللي صلاح عملها والريكوردز اللي صلاح عملها. يعني حرفيا انا مش عشان بحبه بقول كده، بس حرفيا انا شايف ان هو من افضل لعيبه لعبوا في البريمير ليج على مستوى التاريخ. ده انا حقيقي. مش بقول كده عشان هو مصري وعشان ده بحبه، حقيقي. لا، بس اي حد بيفهم وبيخش ويشوف هو عمل ايه. يعني كفايه ان هو عنده اللي هو most goals and assists in one season. دي حقيقة. دي 47 على مستوى التاريخ. ما حدش هيعملها ما حدش يعني هيعملها، الموضوع رونالدو صعب. ما عملهاش، هالاند ما عملهاش، هالاند قرب يعملها الاول موسم ليه مع مان سيتي بس ما عملهاش. صلاح نمبر 1. موضوع صعب. موضوع صعب. يعني وعمل كده وهو فوق ال 30 سنه، فده صعب جدا بالذات في البريمير ليج اللي هو كل الناس متفقه ان هو اصعب دوري في العالم. في العالم ده حقيقي. يعني احنا حتى مش بنقول ان في لعيب مصري ممكن يجي يعمل اللي صلاح عمله. هو اصلا هات لي لعيب افريقي اصلا لعب في الدوري الانجليزي عمل اللي صلاح ولا اي عمله. حد. وحتى اصلا يعني الانجليز ذات نفسهم والاوروبيين ذات نفسهم في ارقام صلاح عملها، هو كسر ارقام وفي ارقام عملها صعب ان حد يوصل لها او يقرب لها. بالذات مع الكرة الحديثة، الكرة اللي بقت مملة دلوقتي. حتى وانت بتتفرج على ماتشات الدوري الانجليزي، يعني اول لما جوارديولا راح السيتي الدوري الانجليزي ده كان بقى ايه؟ كان بقى تيكي تاكا بقى وبتطلع من تحت وبيلد اب، وكان كان في شغل تاني بيتعمل في الدوري الانجليزي. دلوقتي اتفرج على اي ماتش في الدوري الانجليزي مش هيفرقوا عن بعض. كلهم ايه؟ كلهم الموتوشه الفيزيكال بقى والخش ونضرب ونتخانق. مش شايف تكتيك. يعني انت حتى ارسنال اول الدوري ليه؟ عشان بيلعب اجلي فوتبول، بيلعب كوره. هو عارف انت اللي هو ايه؟ انا اهم حاجه ما يجيش فيها اهداف. ايوه، انا هدافع واقف ورا الكوره وهلعب على غلطات الاخرين. بالزبط. اللي هو مثلا بقى كورنر مش عارف في اي حاجه حد يغلط. فالكوره ما بقتش حلوه دلوقتي. فيعني ان يجي لعيب زي كده تاني مع مستوى الكوره ده دلوقتي متهيألي يعني صعب حتى على الاقل في الزمن القريب. ويقول يعني زي ما انت بتقول، انا يعني الفرقه كلها بتلعب لو بلوك وبيدافعوا بالذات قدام ليفربول عشان عارفين ان ليفربول اتاك 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 اتاك. وحتى كل الفرق بتلعب كده قصاد بعضها يعني. حتى مش كلهم بس لا ماشي. لا لا، حتى في البريمير ليج يعني نيوكاسل لسه خسران من ساندرلاند. لو انت كنت شفت الماتش ده وشفت الهايلايت هتلاقي الماتش كله تقريبا عباره عن كده دفاع وكاونتر اتاك بقى. بالظبط. الاثنين بيدافعوا وكاونتر اتاك، والماتش فيزيكال وكذا ماتش في الدوري الانجليزي السنه دي تلاقي بقى طرد ومش عارف ايه، بسبب ان الناس بقت، انا بقيت حاسس ان انا بتفرج على فايت مش بتفرج على كوره. ولما تلاقي صلاح بقى عمل الارقام دي كلها في نفس الدوري ده والجولز دي كلها، ده انجاز. فاحنا كنا دايما نتمنى ان لعيب مصري يحترف بره مصر ويشرفنا. ويعني احنا طبعا لقينا صلاح لما كان مع روما احنا بقينا منبهرين بيه، وبعدين لما راح ليفربول كان حاجه كبيره جدا. اول مره نشوف لعيب بيلعب لعيب مصري بيلعب في ليفربول، وفي ليفربول فريق كبير يعني. بس كده يعني هي في حاجه في تريكه صعبه حصلت معاه اصلا. واحد اول لسه بيبتدي حياته ولسه بيقول يا هادي في اوروبا، راح تشيلسي قال له لا انت ما تنفعش ومش عارف ايه. مشي. اي حد تاني ما كانش رجع. لو الموقف ده اتكرر ل 100 واحد 99 يقول لك خلاص انا فشلت في انجلترا، لو جالي عرض تاني مش هرجع. لا هو قرر يتحدى نفسه ورجع وراح ليفربول وعمل بقى ارقام اللي الدوري الانجليزي كله
يعني جوارديولا اصلا كان بيتفرج عليه لما كان بيشوف الكرة بتيجي بتبقى في رجل صلاح، كان بيقعد في الارض اللي هو خلاص سلم، هي عارف انها جون. فلا فمستوى مرعب. واللي يثبت لك برضو ان صلاح من اعظم لعيبه في العالم. ليفربول، اي حد بيعرف ليفربول يعرف ان الاستراكشر بتاعهم ما مش بيقبضوا اللعيبه الارقام الكبيره دي. 400 الف في الاسبوع دي ما بنشوفهاش في ليفربول. دي ارقام بتتشاف في مانشستر سيتي. اكسبشن، انت عندك لعيب اسطوره. ده اكسبشن. ماني برضو كان طلب فلوس وقالوا له يلا باي باي ومشوه راح بايرن. واخد بالك يعني لويس دياز برضو لعيب راح بايرن برضو هيدوا له فلوس اكتر. نيمار ساب البرشلونه، هو طموحه كان فلوس وفي نفس الوقت عايز يخرج بعيد عن ميسي. بس بي اس جي، مانشستر سيتي، نيوكاسل، الفرقه دي معروفه ان هي ممكن تدي ارقام تاريخيه، حاجات رهيبه من ناحيه السعوديه برضو. فلما صلاح السعوديه، انت شايف صلاح هيروح فين؟ السعوديه. ما بص صلاح، انا حاسس صلاح بدماغه اصل بص، هو لو هيروح السعوديه هو كده خلاص اللي هو انا ببطل. ما معناه، انا عارف ان هو عنده 33 سنه او 34 حاجه زي كده. بس انا شايف بص بي جي صعب. ماشي عشان فرنسا واللغه ومش الموضوع صعب. فانا شايف في احتمال انه ممكن يروح في ايطاليا، ممكن يرجع تاني ايطاليا. ماشي، احنا ممكن نتكلم فيها، بس انت نسيت النقطه اللي انا كنت بتتكلم على الفلوس اللي هم بيدوها وما عملوش. فان ليفربول تغير الاستراكشر عشان لعيب واحد ويقولوا لك خلاص احنا هنعمل اكسبشن وهنديك انت الارقام اللي انت عايزها، وفعلا عملوا كده. ده بيبين لك ان هو فريق عمرهم على فكره هم ما بيعملوش كده خالص. مش ده الطريقه بتاعتهم، ده مش ده البيزنس بتاعهم. هم بيدوا لعيبه لو ويجز، ولو انت ايه بقى توب ممكن يدوك 200,000 250,000 بكتيره في الاسبوع. فان صلاح دلوقتي بيقبض مع ليفربول 400,000 في الاسبوع، ده ذات نفسه انجاز. انا واحد من الناس انا كنت مستغرب، هو فاضل له سنه كمان في العقد بتاعه لحد 2027. الموسم ده حلو. ليفربول اتفق معاها، كانوا في العقد السنه الثانيه دي يقدروا يعملوا اكستند لو الطرفين اجري. بس هو دلوقتي اللي حصل ان صلاح عشان قيمته هم قالوا له خلاص احنا السنه الثانيه دي مش هنعمل لك اكستند. خلاص تقدر تمشي فري بالظبط، وبحس ان الفلوس اللي هتيجي انت خلاص انت هتبقى فري ترانسفير. فمفيش مبلغ هيضطر ان هو مين هيقعد بقى يفكر ادفع كام وليفربول هيتوافق بكام بالظبط. فكده المبلغ هيجي لك. فده بقى موضوع يعني هو حتى لا غير كل ده هو وفروا ال 400,000. ما دي مهمه جدا. ايوه ده بالنسبه للنادي انا بتكلم. بس بالنسبه كصلاح انا دلوقتي خلاص يعني انا هروح اي نادي انا فري ترانسفير فالفلوس هتجيلي. فاهم قصدي؟ فدي هم عملوها تقديرا لتاريخه واللي عملوا معاه. وده بصراحه احترام ليه، وانا ما عنديش مشاكل من كل ده. بس فروم ا بزنس برسبكتيف لو هتبص عليها من طريقه البيزنس، هم ليه يعملوا كده؟ على فكره كانوا سهل جدا ممكن يبيعوه لاي فريق في السعوديه ب 50 مليون مثلا. انا فاهم بس هم يعني احتراما ليه والتاريخ والرغبته. بس سيبك من كل ده. انا وجهه نظري يعني ان ال 400,000 ان هم يوفروا ال 400,000. ما هو كان ممكن صلاح لو هم رفضوا ليفربول يقول لهم خلاص ماشي انا هلعب اخد السنه بحالها. ده لو هو قرر قال لهم ماشي انتوا مش عايزين تبيعوني ماشي انا هقعد سنه، هي كلها سنه وهخلص. يقعد السنه يقعد يقبض ال 400,000. بس الكلام ده مع لعيب تاني او ما انا فاهم. بس لو حصل ان هم خبطوا مع بعض بسبب موضوع العقد ده كان ممكن صلاح يقعد. ولو قعد والاداء بتاعه استمر بالطريقه الزباله دي، النادي مش كسبان حاجه، عشان مش هيقدر يجيب حد يقعد مكانه بالزبط. ويقبض حد مثلا 100,000 او 200,000 في الاسبوع، وهو اصلا يعني هو واخد 400,000. دي كتير جدا، هيجيبوا منين عشان يقبضوا اللعيبه الثانيه؟ انت دلوقتي انت عندك مشكلتين. اول مشكله صلاح مشي، هتعوضه بمين؟ ما ده المشكله بقى ماشي. انت علشان تعوضه لازم اسم كبير، وعشان تجيب اسم كبير محتاج حاجتين: تقبضه مبلغ محترم وتشامبيونز ليج. حلو. ده بقى الشامبيونز ليج بقى ياخدنا لسؤال تاني. الاقرع اللي مش بجد بقى اللي عندك اللي كل التقارير وكل الكلام طالع ان هو مكمل. يعني هو مش ماشي، هو شكله مكمل. ايه الدنيا؟ انا ما سمعتش كده على فكره. انا بسمع كل يوم خبر مختلف. انا اصحى ابص على الاخبار الاقي يقول لك ان هم ليفربول مشجعاه وشايف ان هو ذا رايت مان فور ذا جوب وهو هيكمل ومش عارف. تاني يوم اصحى اقول ليفربول خلاص قررت ان على اخر الموسم هتمشيه. فايه يا جماعه؟ مش مفيش اخبار ثابته. لو كمل الموضوع هيبقى صعب.
بص ما اختلفناش، بس احنا عايزين شامبيونز ليج الموسم ده، عايزين نخلص في التوب 4 او نكسب الشامبيونز ليج يعني عشان عشان اروح كنت زيك الاسبوع اللي فات وبقول كده. هنجيلك بس الاخبار بتاع صلاح عشان كانت قنبله، فاحنا هنزود شويه كلام في النقطه دي عشان برضو، وهنتكلم كتير عن صلاح وانجازاته وارقامه في حلقه ثانيه. ده عايزه حلقه لوحده، بس عشان في حاجات كتيره حصلت. طبعا احنا في الانترناشونال بريك، فعايزين نتكلم بقى ايه على اللي حصل الاسبوع اللي فات مع الاهلي، اللي حصل في الاسبوع اللي فات، والمنتخب النهارده كسب السعوديه 4-0. طيب بص، عايز تتكلم في الاهلي الاول ولا احنا ممكن؟ لا، هو انا هربط لك المنتخب مع الاهلي الاثنين مع بعض. تمام. لان النهارده الاهلي لعب مع السعوديه التشكيله. منتخب مصر لعب مع السعوديه. كان في 7 اصلا من يعني 7 من اللي بداوا التشكيله دول 7 بيلعبوا في الاهلي. تمام. كلنا شفنا الماتش كان ماتش حلو، كان ماتش جيم مفتوح ومش عارف ايه، و4-0 وجوان، واللعيبه بتجري، والشوط الثاني كعوب بقى، وبقينا بنلعب تيكي تاكا بقى. كان فين الاداء ده؟ بس انا عندي نقطتين، يعني خلينا بما ان بدانا نتكلم على مصر، هتكلم على مصر وهاجي برضو لعيبه الاهلي لان الاثنين مربوطين ببعض. امين. منتخب مصر النهارده، يعني اللي اتفرج على الماتش، هو منتخب مصر كان كلهم بيلعبوا ورا الكوره، والاربع تجوان هجمات مرتده. هجمات مرتده، بس هجمات مرتده بتتعمل صح. انا بالنسبه لي السعوديه كانت فاتحه الدنيا، والسعوديه اسوأ اداء وكل ده، بس بينا. كل ده ما يقللش ان انت لعبت ماتش حلو. ما هم استقلوا بينا بس انا بالنسبه لي بعد الماتش اللي انا شفته ده النهارده، انا عندي حماس ومتشوق اشوف. انا عايز اعرف انت بقى قصاد اسبانيا مش مستني النتيجه، انا مش مستني الاداء. هل هتلعب بنفس الطريقه؟ الأداء. دفاعك شكله هيبقى عامل ازاي قصاد فريق اتقل وليفل اعلى بكتير. ايه هجماتك المرتده لما تقطع ولا تاخد الكوره هتعرف تطلع بيها بنفس السلاسه واللعيبه كانت بتظهر لبعض النهارده وتوصل للجون ولا لا، ولا هتبقى قاعد بس بتدافع بقى. فكل ده انا عايز اشوفه، لان معلش انا السعوديه ده اسوأ فريق، يعني او اسوأ فريق للسعوديه لعب النهارده. ماشي، يعني ده مش مستوى السعوديه او مستوى سيء. وحتى لما تروح كاس العالم، يعني لو هنتكلم على المدرسه مثلا، السعوديه دي من اسيا، فمثلا ايران برضو هتبقى من اسيا معانا في المجموعه. ايران مش هتبقى بالمستوى ده، ولا نيوزيلندا هتبقى بالمستوى ده. فانا عايز بقى اشوف في الليفل الاعلى في ماتش اسبانيا. خلينا بنتكلم على ماتش اسبانيا، لان كده انت لسه عندك ماتش برازيل قبل كاس العالم بالظبط. بس انا بتكلم ان انت دلوقتي لعيبه فريش، لعيبه فايقه. فانت لعبت كده قصاد السعوديه، والسعوديه كانت فاتحه الخطوط وكده. التكتيك حلو، عاجبني. انت اصلا هتروح كاس عالم، المغرب وصلت اصلا سيمي فاينل بسبب ان هي لعبت لو بروك ومش عارف ايه والكلام ده كله. الفت نظرك بحاجه. تفتكر سؤال تفتكر الاداء ده كان الاداء متأيد من عدم وجود صلاح؟ بص هقول لك على حاجه. صلاح عدم وجوده بيديك ميزه وبيديك عيب. احنا لو هنتكلم كاداء صلاح، كلنا عارفين ان صلاح اداؤه مع مصر معظم الوقت ما بيبقاش احسن حاجه. معظم الوقت ما بشوفش تاثيره زي لما كان في ليفربول. تمام، وكلنا عارفين دي حاجه مش هنتناقش فيها. بس انا دلوقتي انا عندي مشكله ان صلاح وهو موجود انت بتضطر بتغير الفورميشن بسبب ان صلاح انت مش عايزه يرجع يدافع. ما ده اللي انا بساله لك بقى. بس لكن انت النهارده بتاع النهارده ده، ما هو ده بقى السؤال. هل انا هاجي على حساب المنتخب عشان خاطر صلاح، ولا احط صلاح مهاجم؟ وفي عندنا لعيب جديد النهارده ظهر اسمه هيثم حسن. هيثم حسن ده يعني الستايل بتاعه وقفته برضه لعب ماتش حلو. سيبك من اسلام عيسى، انا بتكلم على هيثم حسن. ده لعيب متربي بره. ليه هو يا جماعه كل واحد مطلعه لا عشان هو بس متربي بره يلعب بره؟ بص انا بتكلم، انا واحد بتفرج على الدوري المصري فانا عارف انا بقول لك ايه. طب ما طبعا مستواه لو هنقارن مستواه بالدوري المصري طبعا خلينا كم لعيبه الدوري المصري فاقدين اساسيات الكوره، فاقدين الاستلام والتسلم والحركه، فاقدين حاجات كتير. لو قاعد بتتابع اي حد في حاجات اساسيات بيسكس هم مش متعلمينها، ما يعرفوش يعملوها. طب هيثم حسن عامل ايه النهارده؟ انا ما اتفرجتش على الماتش. بيجتهدوا. انا كان عندي شغل النهارده. ماشي، في لعيبه مصريين بيجتهدوا. هيثم حسن ده لعب فين الاول؟ مركزه ايه؟ في رايت وينج مكان صلاح. ماشي اوكي، انا اسمع ان هو كان رايت باك. لا رايت باك ايه، هو رايت وينج. تمام.
الواد حريف، بيعرف يعدي، بيعرف يشوط، بيعدي، عنده سكيلز، مش عارف ايه، بيعرف يخش ويقطم من جوه، تحركاته حتى من غير كوره يا راجل. هو اصلا عيب من عيوبه للناس اللي كانت مثلا بتتكلم عليه قبل ما يروح لمنتخب مصر ان هو حتى مع فرقته افيدو، ريال افيدو تقريبا، ريال افيدو، ما بيرجعش يدافع. حسام حسن يعني صلاح هو اللي كان بيرجع ايوه يدافع. ما هو ده بقى النقطه، ما دي التركه. حسام حسن النهارده عشان الفورميشن اقنعه انه يرجع يدافع، كان بيرجع بيدافع مع محمد هاني. الواد لمسته للكره مختلفه، عارف، في لعيب كده بتحسه ده فارق، ده منور عن اللعيبه دي. فانا شايف ان انا عشان اقدر استفيد بيه ان شاء الله، يعني صلاح لما يرجع لك انت اكيد مش هتقعد صلاح دكه، صلاح يخش يلعب مهاجم، يخش يلعب مهاجم او يلعب بلاير ميكر، يلعب كده رقم 10 وهيثم حسن ده يبقى على الرايت وينج. هتستفيد بيه، هتستفيد بيه حتى لو هينزل كتبديله. محتاجه جرء من الحاج، ما هي دي محتاجه جرأه. بس يعني انا بقى ده بقى اللي هينقلنا بقى الاهلي. ماشي. انا دلوقتي عندي حسام حسن خد بتاع 9 لعيبه من الاهلي، تمام، 9 لعيبه من الاهلي كله مش شايف. الاهلي كله من اول الموسم ما لعبش كوره، اللعيبه كلها ما لعبتش كوره. هو خد 9 من لعيبه الاهلي وبنفس اللعيبه دي النهارده اللعيبه دي بتلعب كوره حلوه. زيزو جول واسيست، وامام عاشور اسيست، زيزو من اول محمد هاني اسيست، زيزو من اول الموسم. انا ما حدش شافه في الاهلي، ما حدش يعرف اصلا انه بيلعب في الاهلي من كتر من ان هو ما جاش. امام عاشور بقاله 6 ماتشات اللي هو انا مش عايز العب. أيوة. هو حرفيا بينزل الملعب مش مستواه وحش، لا هو انا مش عايز العب، مش انت كده، طب انا مش لاعب. ماشي. وكذا لعيب تاني تحس اللعيبه بتلعب بمزاجها. طب انا فين حقي كاهلي يعني؟ طب انا فين حقي كاهلي؟ طيب ما انت هو انت عندك بتلعب. وبرده اللي حصل ايه دي بقى؟ ما هو تاني مشكله اداره، مدرب، اداره ومدرب، لعيبه، لعيبه، مدرب. ماشي. كل واحد فيهم ليه جزء. ماشي. بس انا بالترتيب كده اداره، ان انا مش عارف اسيطر على اللعيبه، ان انا خليت في لعيب زي زيزو وتريزيجيه ده بياخد ملايين، والتاني اللي جنبه بيلعب جنبه بياخد مش عارف جنيه ولا 2 جنيه. فطبيعي انا هبص انت فيك ايه احسن مني عشان تاخد كل ده؟ ما احنا الاثنين بنلعب في نفس الملعب، انت يعني مش سوبرمان. ماشي. فده عيب اداره. المشكله دي على فكره بتحصل في انديه، كل انديه العالم، بس الفرق ان الانديه الكبيره بتعرف تسيطر على الموضوع ده. ما هو بقى ده اللي احنا عملناه، بدانا دلوقتي كل الدنيا اتشقلبت دلوقتي في الاهلي، وادينا بنحاول نعمل محاوله ان احنا نحافظ على البطوله اللي باقيه في الموسم اللي هي الدوري عشان ما نطلعش بموسم صفر. يعني نادرا لما بتحصل حاجه زي كده. اللعيبه مهما كان مرتب مش مرتب، حالتك النفسيه زعلان مش زعلان، انت دلوقتي راجل، ده شغلك اهم من النادي، ده شغلك سيبك من النادي او الجمهور، ده شغلك. هل انت دلوقتي عشان عندك ظرف ما بيقبضكش، الشيك بتاعك اتاخر، فلوسك اتاخرت، هل ده مبرر ان انت ما تلعبش؟ لا ده مش مبرر. انت مش لعيب راجل، انت مش قادر تأدي. بس النهارده شفنا اللعيبه كلها عشان كله عايز يلعب كاس عالم وفي مدرب بره دكر عارف يزعق للعيبه ويشخط. اللعيبه بتخاف منه وبتسمع الكلام. اللي ما بيدافعش وبيرجع بيدافع. تعال اتفرج في الاهلي، تبقى هجمه مرتده علينا اللعيبه راجعه بتتمشى. مفيش مدرب بره عارف يزعق. وده النقطه الثالثه. لا حسام حسن انا عايز اتكلم نقطه بس على حسام حسن. احنا في الاول لما عينوه كمدرب المنتخب المصري، بالتالي معظم الناس كانت شايفه ان ده مش كويس، وكنا عايزين حد من بره. بص بس بيتهيألي اثبت نفسه. هو مش كويس. حسام حسن مش احسن مدرب كتكتيك. ماشي. يعني انت لو بتتكلم ده بقى مدرب عبقري وتكتيك وكده، هو عنده تكتيك، ما بنقولش ما عندوش. بس احنا بنتكلم ان هو كشخصيه بره، في كاركتر بره قاعده واقفه. يعني انا كحسام حسن لما اروح اكلم اللعيبه دي واكلمهم عن قيمه منتخب مصر، كل اللعيبه هتقعد تسمع لي. ليه؟ ده حسام حسن احسن مهاجم، يعني من احسن المهاجمين اللي جت في تاريخ مصر. بالظبط. واحد يعني ليه احترامه. ده واحد يعني من الناس اللي شاركت في كاس وجاب كاس لمصر. فده واحد من الناس اللي هو انت هتسمع له. بالظبط. فاهم قصدي؟ غير بقى لما يبقى انت دلوقتي المدرب هنا ضعيف شخصيه، مش عارف يتكلم. المدرب اللي معانا في الاهلي، احنا خسرنا ماتش الترجي 3-2، دخل فينا جون وهو واقف كده. دخل فينا الجون الثاني كانش في رد فعل، هو واقف كده، هو ما بيتكلمش مع حد. ما بيقولش لحد اتحرك، حتى هو واقف الماتش كله واقف مبلم كده. ما بيقولش اللعيب حتى اجري.
فاللعيبه مستني منها ايه؟ لا ولا حاجه، هو مش بس ده برضو انا مش هبقى بلوم ان ليه المدرب ده مش عارف يربي اللعيبه قد ما لوم برضو اللعيب. انت مش صغير، انت مش عارف تخاف على اكل عيشك. وده بدليل ان دلوقتي الاهلي وكل الكلام اللي طالع ان اي لعيب في الاهلي بيلعب، تريزيجيه، زيزو، امام عاشور، بن شرقي، اي حد في الاهلي ممكن بعد الموسم ده نبيعه عادي جدا ولا يفرق معانا. انا لسه كنت مفيش لعيب مؤثر. كويس ان انت قلت الجمله دي. انا سمعت طرطيش ان فريق من السعوديه بيتهيألي او قطر، مش فاكر بالظبط، عايز امام او في كلام على امام. مبروك عليهم. انت ما سمعتش الاخبار ده؟ سمعت الاخبار. كان فريق مبروك إيه؟ عليهم. القادسيه. هي دي. ده فين ده؟ في السعوديه. السعوديه. الف مبروك عليهم. اللي عايز ياخد اي حد يتفضل ياخده. اللي عندي دول ما انا مش شايف ان ليهم لازمه، ما عملوش حاجه للنادي. انا ديني بقول لك لا من غير ده كلام بجد. السنه دي ما عملوش اي حاجه. اقول له ايه؟ طب السنه دي ما عملوش اقول له ايه؟ اقنعوني. اقول له ايه؟ ما تقولش حاجه، انا بكلمك. انا دلوقتي انا بص، احنا الاهلي ده اللي بيخليه برضه مختلف عن اي نادي في مصر. انا ما بطبلش اللعيب. هتلعب كوره هشيلك على راسي. مش هتلعب كوره سيبك بقى من ان انا خدتك من الزمالك يعيط عليك، ماليش فيه. انت ما بتفيدش النادي، مع السلامه. بس ده انا مع السلامه. انا مش شايف العيب من اللعيبه، انا شايف العيب من المدرب انا معاك في المدرب والاداره. غير كده اللعيب بص انا هقول لك حاجه. انا لو انا صغير مثلا، هديك طفل صغير. الموضوع ده بيختلف. الموضوع ده بيختلف من مصر لاوروبا. اللعيبه المصريه عايزه مدرب بكرباج. اسمعني انا لو في طفل صغير تمام، وباباه ومامته خلوه يعمل حاجه مثلا وما اتكلموش عليها، هيقعد يعملها حتى لو غلط. لو بابا وماما ما قالوش غلط كده او ما تعملش كده. اللعيب مش طفل صغير. انا بديك مثال. انا عارف ان انا بديك بس لو المدرب لا مش غلط. لو المدرب والاداره سايبين اللعيب يكمل بنفس الطريقه. على فكره ده مش ماتش واحد، انت بتتكلم على الترجي، ده مش ماتش واحد بس. انت لعبت وحش من اول بالظبط من اول الموسم. لو اداره ومدرب محترم ومحترمين كانوا مسكوها من الاول. عشان كده انا قلت اداره انا فاهم الاول، لان بس الاداره انا مش شايف، لان الاداره هي اللي مسؤوله عن جيبان المدرب. بس لو هتلوم اللعيبه دي اخر حاجه تلومها. لا في اخر الترتيب. اول لعيب هو ثواني لازم يبقى مثلا لو انت في شغل، ما انت دلوقتي مدير تمام، لو انت سبت ممكن الامبلويز يعملوا اللي هم عايزينه. انت فاهم غلط. لا مش فاهم غلط. ماشي اتفضل ماشي. انت بتقل بيا جامد وفاكرني مش فاهم. بس انا بص عند الاهلي معلش ما انا اكتر واحد هكون فاهم. انا معاك، انت اكتر واحد فاهم، بس انا بتكلم على الكوره عامه. لا الكرة عامة ده موضوع مختلف. انت ليه بتحط الاهلي في حتة وباقي الكوكب في حتة تانية؟ مش فاهمها دي. اسمعني، انا عارف انا بتكلم في ايه. انا عارف، انا عشت مع النادي ده اكتر من 25 سنة، فانا عارف بقول لك ايه. هل المدرب هيقول للعيب الباصة دي بيبصيها صح؟ انا مش بتكلم على الباصة، انا بتكلم على الاداء. ما هقول اداء على عندك. انت قلت اللعيبه بتحنيك في الملعب. خلينا اكمل. طب ماشي، لو اتحنيكوا في الملعب ايه اللي المفروض يحصل من الكوتش والاداره؟ ممكن اكمل. انت دلوقتي انت ما بتتفرجش على الاهلي فمش عارف حاجه، فسيبني انا اتكلم. ممكن انا بتكلم على الكوره عامه. لا ما هو انا مش لازم اتفرج على الاهلي عشان افهم كوره. لا ممكن اتكلم. اتفضل. دلوقتي المدرب، هل المدرب هيقول للعيب في هجمه مرتده عليه نجري؟ هل المدرب لا دي حاجات معروفه، دي حاجات حلو. ما هو الحاجات البيسكس دي لما ما تتعملش انا هخرج من الترجي. لما لعيب يبقى قصاد الجون والجون قصاده فاضي وبيضيع، ده يبقى دلع ومرقعه. ماشي. لما لعيب يبقى ماسك الكوره وقاعد عايز يلم الفريق كله ومش عايز يباصي، ده مدرب. ما هو كل دي بترجع لقرارات لعيبه. ما هو عشان كده ده اللي يقول لك اللعيبه عليها لوم ليه. هو اللعيب النهارده لما ينزل، لما زي زيزو النهارده ينزل الكوره، بص يعني برضو هو النهارده نازل فايق ومركز حلو، وراح بيفتح وبيجري في مساحات. امام عاشور اول لما لمحه راح مباصيله ومديله الكوره. هل ده مدرب؟ لا طبعا، دي مهاره. طب ليه بقى نفس المهاره دي وانت بتلعب في الاهلي نفس اللعيب ده فاتح لك وعايز وباصيله؟ تمام، مش هباصيله. تمام بالظبط، نفس اللعيب. صح ولا غلط؟ الفرق ايه؟ الفرق في المدرب.
احترام للمدرب، حماس للمدرب، ودور المدرب جزء، بس انت كلاعب فين قرارك؟ ما انت عارف الصح تعمله ايه بالظبط. ليه ما بيعملوش بقى في الاهلي؟ ينزل يقول لك اشمعنى في الاهلي يا حبيبي؟ ما هو ده برضه ليه جزء على اللعيب. طب ماشي، ما ده اللي انا ماشي، المدرب ده مش ماسك بره ريموت كنترول. ما انا فاهم، ما انا مش قصدي انت كلاعب يا عم المدرب وحش، الدنيا وحشه، اوكي. انت دلوقتي ثواني، انت دلوقتي قاعد مثلا في بيت حلو، البيت ده حيطانه واقعه والدنيا مكسره ومفيش فلوس ومش عارف ايه، فانت هتقول لا انا هقعد انا بالجوع مش هعمل حاجه وهولع في البيت مع خربان. ما هو ما ينفعش بالظبط. فانت كلاعب فين مسؤوليتك؟ انت كلاعب فين مسؤوليتك؟ المسؤوليه يعني بتيجي من فوق ما بتجيش من تحت. حلو، ثواني، ريال مدريد ماشي، ريال مدريد مع تشابي الونسو كانت الدنيا خربانه واوضه اللبس ومحدش بيسمع كلامه، وفينيسيوس وهو طالع ما رضيش يسلم عليه والكلام ده كله. تمام. امبابي بقى وهو بيلعب لما يبقى رايح انفراد ويبقى مثلا المفروض في لعيب جنبه يبصيله وما يبصلوش، ده يبقى عيب مين؟ يبقى عيب، لا عيب امبابي طبعا. هروح انا اقول لامبابي انت ما بصيتش الكوره، لا انت مالكش ذنب، لا عشان ذنب المدرب وذنب اللعيب. دورك كمدرب ان انت تكلمه وتلفت نظره، بس غير كده انت اللعيب اللي عليه المسؤوليه. الثلاثه بيكملوا بعض. ماشي. احنا متفقين في ده، بس برضو انا ما اقدرش اعفي اللعيب دي بتتدلع. بس عشان انت بتقول لي المسؤوليه فين، اول واحد بيتفير الكوتش. حلو، انا اقول لك على حاجه، الزمالك مفيش فلوس، ما جابوش صفقات، ماشي، ما هو في قيد حاجات كتير. استغفر الله العظيم. يا جدع انا بتكلم في ايه وانت في ايه؟ ماشي، نعيد تاني. لا ما نعيدش عشان التلع هتطول مننا دلوقتي. ماشي. الزمالك البيت خربان، ماشي، الزمالك اهو هديك مثال، الزمالك البيت خربان من حيث فلوس. انت عارف الزمالك عنده كام قضيه ايقاف قيد؟ بان من جاله واحده جديده 14 قضيه، وجاله واحده جديده هم توتال 14. وبيقول لك ده في كمان 4 بينافسوا برضه اللعيبه دي ما بتقبضش فلوس. هل دلوقتي اجي اقول لك والمدرب اللي بيدربهم مش مدرب اجنبي، ده مدرب مصري كان جاي مؤقت، لقوا الدنيا مشيت فخلاص كمل ثبتوه. حلو. فين بقى اللعيبه؟ الكوره مش تكتيك ولا من كلام من مدرب ولا فلوس، الكوره روح. انا عايز انا مش طالب من اللعيبه. مين اللي بيطلع الروح في اللعيبه بقى لو هم ما عندهمش الروح ده؟ مين اللي بيطلعه؟ حلو، المدرب. بالظبط. ده اللي قصدي اقوله. انت صح، انت كلامك صح، بس انا عايز اوصل ان المدرب ليه دور اكبر من اللعيبه. دلوقتي لو كذا لعيب في الفرقه ما بيجريش بروحه وبحميه، هل المدرب هينزل يزقه؟ لا طبعا. يا عم المدرب وحش، التكتيك بتاعه وحش، انت اجري اعمل اللي عليك. انا كجمهور بيطلع الحماس من انا كجمهور وريني ان انت حتى بتلعب قلبك على الفريق يا جدع، خلي فيه عندكم رجوله ونخوه. نافع على التيشيرت ده. انت لما بتلعب مع اصحابك كوره في الشارع ولا بتلعب بحماس، بتلعب الدور بتبقى مش عايز تخسر، هل انا مستني كلام من مدرب وفي الاخر انا مش هاخد فلوس ولا هروح بجايزه؟ ايوه، انا ده بقى النقطه اللي انا بتكلم فيها. انا مش انت عايز اللعيبه انت عايز اللعيبه اعمل اللي عليك، انت عايز اللعيبه تشيل المسؤوليه من نفسها من غير ما حد يقول اعمل اللي عليك. انا عارف اعمل اللي في غلط من الاداره وغلط من المدرب، اعمل بس ما اقدرش اعفي اللعيبه. اللعيبه دي جزء اساسي. الكوره دي احنا خدنا ازاي 3 كاس افريقيا بتكتيك وحسن شحاته، تمام، كنا بنلعب كوره حلوه، تمام. بس لو اللعيبه دي كانت بتتمرقع كنتش هتاخد حاجه. انت كنت بتلعب قصاد كوت ديفوار ونيجيريا والكاميرون، ودي فرق اتقل منك واجمد منك وعندهم لعيبه محترفين وكاجسام، لو واحد دخل ادى كتف اللعيب مصري يطيره. كنت بتكسبهم ازاي؟ بالقلب وبالروح. انا لو سبتك احنا هنقعد للصبح. لا انا دم محروق، انا دم محروق لان احنا اللي عندنا دول اشباه لعيبه مش لعيبه. انا عايز اقول حاجه للي بيتفرج، لو الانسان ده من ساعه ما خرج من الترجي وانا مش عارف اكلمه، يعني كميه كآبه، يعني كميه كآبه مش طبيعيه. اخر حاجه بس اختم بيها عشان ما نطولش. اختم بيها بقى. ماشي. انا عمري في حياتي الخساره ما هتزعلني قد ما ان انت تبقى بتخسر وانت مكسور. هو ما بيحبش يخسر، هو كده. انا ما بحبش اخسر. ماشي، اي حد بيشجع الاهلي ما بيحبش يخسر لان انا نادي عودني على كده. بس كده ما فيش نادي هيكسب كل الماتشات ولا كل البطولات، هتخسر. أيوه. تمام، ما عنديش مشاكل. هزعل لو خسرت ماتش وخسرت بطوله، بس مش هبقى زعلان وانا خارج وشايف روح الفرقه ماتت. بالظبط. الفريق ده محتاج مش اقل من
ترانسفير ماركت مره واتنين عشان تجيب لعيبه وعشان يفوق عشان يرجع تاني يقف على رجله وياخد افريقيا وياخد بطولات. هتحصل. بس هتيجي. في حاجه حابب انهي بيها، الاهلي السنه دي لو خد الدوري مش هيبقى خده عشان هو قوي، هيبقى خده عشان المنافسين اللي معاه. وصلت. لا خلاص هيبقوا منافسين يعني ما يعرفوش في عيال بتتفرج يا ما فيش عيال بيتفرج يا عم، مفيش غير انا وانت وابوك بيتفرج يا عم، انا وانت وابوك وامك بس اللي بيتفرج. بس فيعني لو انا خدت الدوري ده هيبقى تقصير من الناس اللي بتنافس، مش ان انا بقيت جامد وكده، لان المشاكل اللي عندي دي يا رب انا هو لاول مره للاسف يا رب اعرف اوصل تشامبيونز ليج بتاع افريقيا وما العبش كونفدراليه. يا لهي يا لهي، طموحنا وصلت لفين؟ انت شفت بقى الوضع وصل لايه. بس كده انترناشونال بريك وسبين نكست، سبين ومصر الماتش اللي جاي يوم الثلاث نقابلكم في حلقه جايه ان شاء الله. نتكلم بقى على مصر، من كده مش هيبقى فيه الاهلي ولا فيه ليفربول، فنتكلم المره الجايه بقى ان شاء الله كده على مصر. ومتشكرين طولنا عليكم، وسبسكرايب وشير ولايك، ولو في اي فيدباك سيبوها في الكومنت. وبس كده، واحلى مسا عليكم وسلام.